مكملات في الصيدلية ناس بتصرف عليها مئات الجنيهات كل شهر عشان السكر، بس الحقيقة بعضها فعلا مفيد وبعضها مجرد فلوس بتترمي على الأرض للأسف. والأسوأ بقى في مكملات ممكن تتعارض مع علاج السكر أو تنزل السكر جامد من غير ما الناس تعرف أو تاخد بالها. أنا دكتورة أمنية ناجي، والمحتوى هنا للتثقيف الصحي لمرضى السكري. وفي الفيديو ده هقول لكم إيه المكملات اللي عليها دليل علمي كويس جدا، وإيه اللي الأبحاث عليه لسه مش كافية، وايه اللي غالبا برضو مجرد ماركتينج. اول حاجه هكلمكم عن الاعصاب. لو بتاخد ميتوفورمين او سيدوفاج او جلوكوفاج ركز معايا. في دراسات بتقول ان الميتوفورمين بيقلل امتصاص فيتامين ب 12 مع الوقت، وده بيعمل لك تنميل او وخز او ضعف احساس في الرجلين. عشان كده في ناس كتير بيحتاجوا يتابعوا مستوى ب 12 خصوصا مع الاستخدام الطويل للدواء. ولو ظهر نقص الدكتور بيكتب اشكال مختلفه منه. عندكم مثلا الميثايل كوبالامين، الميثايل تكنو، ميثايل كوبال، حتى الديبوفيت، وحتى الحقن الحمراء كلها شكل من اشكال فيتامين ب 12. ودي من الحاجات اللي عليها دليل علمي قوي وكويس جدا لو فعلا عندك نقص فيها. لكن مهمه لازم اعرفك ان كمان ما ينفعش تاخد اي مكمل بشكل عشوائي من نفسك. في عندنا كمان حاجه كده اسمها الالفا لايبويك اسيد، ده مضاد اكسده بيستخدم لدعم الاعصاب الطرفيه، وفي ابحاث بتقول انه ممكن يساعد بعض الناس لو عندهم حرقان او وخز اللي ناتج عن اعتلال الاعصاب. بس موجود ازاي على هيئه ايه في الصيدليه؟ السيوتاسيد، لكنه مش سحر، والابحاث عليه لسه متوسطه ونتائجه مش ثابته عند كل الناس. نروح للحاجات بقى اللي بتاثر على السكر نفسه. عندنا البربرين، وده من اكتر المكملات اللي الناس بتتكلم عنه مؤخرا. بعض الدراسات بتقول ان بيساعد في تحسين حساسيه الانسولين وتقليل مستوى سكر الدم. لكن المشكله بقى ان هو بيتداخل مع ادويه السكر ويعمل لنا هبوط حاد لو اتاخد بشكل عشوائي. يعني هو مكمل واعد لكن مش للاستخدام العشوائي. عشان كده مش اي حاجه طبيعيه تبقى امنه. طب ايه هي الحاجات اللي فعلا كويسه والكلام عليها كويس؟ قشور السيليوم، وده نوع الياف بيمتص الميه ويعمل قوام كده، عارفين شبه الجل اللي بيبقى موجود في الامعاء. بيساعدك تظبط سكرك ويبطئ امتصاصه. الادله عليه كويسه، هو امان عند ناس كتير على شكل بقى قشور بودر حبيبات. موجود كده قشور السيليا موجود في الصيدليه، بس لازم تبقى عارف ان هو بيتاخد بكميه ميه كويسه قبل الوجبات. لكن برضو لازم ناخد بالنا المرضى القولون او اللي عندهم انتفاخات يخش بكميات قليله. طب الكروميوم ناس كتير بتسال عليه، لكن الحقيقه تاثيره محدود عند اغلب الناس، خصوصا لو مفيش نقص اصلا ما عندهمش مشكله. الابحاث عليه اضعف مقارنه بحاجات تانية. الخلاصه اللي عايزه اقولها لكم، المكمل مش بديل عن الدواء ومش بديل عن الاكل الصحي والحركه. في مكملات ممكن تساعدك فعلا، ومكملات مجرد ماركتينج. الاهم ما تاخدش اي حاجه لمجرد ان حد رشحها على السوشيال ميديا. ولو الفيديو فادك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن السكر والتغذيه بالعلم وبطريقه مبسطه. واكتبوا لي في الكومنتات ايه اشهر